والآن والفائز بالكرة الذهبية سكات. الفائز هو رودري. حتى انا بحالكم مصدوم، خصوصا فاش عرفت ان رودري هو اللي ربح الكرة الذهبية وماشي فينيسيوس، لحقاش في الاول كنت نقول ان فينيسيوس هو اكثر واحد اللي يستاهل يربح الكرة الذهبية، ولكن فاش عرفت الاسباب اللي خلات فينيسيوس ما يربحش الكرة الذهبية اقتنعت تماما انه ما يستاهلش ياخذ الكرة الذهبية، ولا بقى بحال هكا عمرو يستاهل يدي شي كرة ذهبية. وصدمة كبيرة ومشات الكرة الذهبية، خايفيني مشات ليا والكرة الذهبية وراك بقيتي فيا. شوف اخي العزوة، غادي نقول لك واحد الهضره، شي اللي ما حيتيش منك داك الصلابه اقسم بالله لا ديتي شي كره ذهبيه. الموضوع ديال الحلقه اليوم هو علاش فيني ما خداش الكره الذهبيه. الكره الذهبيه واحد الجائزه اللي كبيره بالنسبه للعابه، هي اكبر جائزه ممكن ياخذ كجائزه فرديه، ولكن الفيفا ما كتعطيش الكره الذهبيه لاي واحد، فبطبيعه الحال عندها واحد المعايير اللي جد معقده، وانطلاقا من هذه المعايير كتختار اللاعب شكون اللي يستاهل الكره الذهبيه. فهمتي اخي فينيسيوس؟ اولا كبيره الاداء الفردي والتاثير. اخي فينيسيوس حنا عارفين بانك من هذه الناحيه ناضي ديال بصح، يعني العام اللي فات شفناك درتي بزاف ديال المراوغات اللي واعرين، خلقتي عرام ديال الفرص، فكون ما كنتيش انت في ريال مدريد ما كانت غادي دير والو. ثانيا كبيره نتائج الفريق والالقاب، هنا غادي تزير الشغل. فينيسيوس العام اللي فات خدا واحد الالقاب مع ريال مدريد بما فيهم لا ليغا والشامبيونز ليغ اللي كتعتبر من اهم الالقاب في اوروبا. المشكل عند فينيسيوس هنايا هي انه ما دار والو مع المنتخب ديالو البرازيلي، حنا كاملين شفنا ان البرازيل مؤخرا ولات شوهتها شوه، اذا هذه هنايا واحد النقطه سوداء بالنسبه لفينيسيوس. ولا قارنا فينيسيوس مع رودري، فرودري تبارك الله خدا جميع الالقاب الا دوري ابطال اوروبا. ثالثا كبيره، وهذه هي اهم نقطه التي افاضت الكاس واللي خلات فينيسيوس ما يديش الكره الذهبيه وما يحلمش انه ياخذها، اللاعب النظيف. سمعتي؟ اللاعب النظيف، اللاعب النظيف. فهمتي؟ علاش كتلعب هذاك اللعب الموسخ؟ علاش ما كتقدرش تركز في كره؟ ركز في كره كنتي غادي دير الكره الذهبيه. دابا عجبك هادشي اللي درتي؟ تخيل انك خاسر ب 4-0 مع برشلونه وما خديتيش الكره الذهبيه اللي كنتي فرحان بها، ودابا شنو غادي دير؟ ما عليناش نرجعوا للموضوع ديالنا. فاللاعب النظيف هو واحد المعيار مهم باش تاخذ الكره الذهبيه. فلو رجعتي للاساطير ديال الكره الذهبيه، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، كاملين كانوا عندهم اخلاق وكانوا كيتجنبوا المشاكل والصداع وسط التيران، هادشي متفقين عليه. اذا بحسب هذا المعيار ففينيسيوس ما يستاهلش يدي الكره الذهبيه، وإلا بقات فيها هاد الصلابه ما غاديش يدي الكره الذهبيه. كيفاش ان لاعب العام كامل هو كيجبد الصداع والمشاكل والغوات مع الجمهور مع اللعابه بحالو مع صحابو في الفرقه، ودوك التصريحات الصبيانيه، واش انت كتلعب في لا ليغا صاحبي، كتلعب في السبليون وغادي كتقول في تصريح ان السبليون ما تستاهلش تنظم كاس العالم؟ ياك السي فينيسيوس هذا هو خيري، هذا هو خير ديال السبليون ولا ريال مدريد؟ وسرك ما ديتيش الكره الذهبيه والله تتستاهل. وهذا الشيء علاش فينيسيوس ما خداش الكره الذهبيه، وهذا الشيء علاش ما غاديش ياخذها الا بقى داير بحال هكايا. كاين واحد المثال اخي فينيسيوس نقولوا لك، راه الحوته اللي كتحل فمها كتشد الصناره. داكشي علاش اخي فينيسيوس تعلم تسد فمك شويه، تعلم تركز في كره القدم وما تركز في شي حاجه اخرى بعد من الصداع. اذا اعزائي المشاهدين هذا هو السبب علاش فينيسيوس ما خداش الكره الذهبيه. وإلا ساليتي الفيديو ما تنساش تخلي لنا تعليق، كتب لنا شنو هو الموضوع اللي نقدروا نهضروا عليه السيمانه الجايه، وما تنساش دير معك لايك للفيديو وتبارطاجي الفيديو باش يعرفوا الناس الاخرين علاش فينيسيوس ما داش الكره الذهبيه. تهلاو.